يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا رب، ويا رب كل حد بيتمنى اي حاجة ربنا يحققها له اكتر من كده كمان. بصوا بقى اليوم النهاردة حلو قوي 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 لانه فلوج كده وخارجين ومع العيلة، فقلت اخدكم ايه معانا. هنروح نقعد في مكان خضرة وكده ونتغدى واكل بقى فسيخ ورنجة وزيطة. فالمهم كنت بحضر دلوقتي تحضيرات الحاجات اللي هاخدها وانا رايحة. عملت ترمس فيه مية، وحطيت بقى الشاي والسكر ومعالق، ودي بيتزا كنت عاملاها من قبلها بيوم علشان اخدها بقى لآسيا، ولو اي حد هيكون معاها اطفال او كده. فكنت عاملاها من قبلها بيوم بالليل، فكنت بسخنها في الميكرويف عشان واحنا رايحين حطيتها في علبة. وعملت الكيك دي شاركتها معاكم قبل كده في فيديو تحفة جدا، فخدتها برضو معايا وعجبتهم قوي قوي. وكوبايات ورق ووايبس ومناديل من التانية. هنا بقى كنت بوريكوا الشنطة بحضر فيها ايه. طبعا هو احنا هنتغدى ونيجي بس، فدي حاجات اللي هي ايه، بصل بقى متقطع عشان طبعا الفسيخ والرنجة والحركات. وده عيش من عندنا، طبعا من عندنا كنا لسه جايين، ده كان تاني يوم. و... وكنت بقى بحضر الحاجات، فالحمد لله ان كان تاني يوم عشان كان العيش يبقى حلو وبتاع وكده ويبقى من بتاعنا، فاحس بأكلة الفسيخ والرنجة، فاهمين. هنا بقى كنت لسه اول مره اجرب الفرنش برايز دي عشان سالتوني عليها كتير على انستجرام. هي بتعمل فوم حلوة قوي، بس انا مش عارفه اللي انا جايباها هي مثلا اللي فيها مشكله ولا هما كده عموما. ازاي؟ استخدمتها اول مرتين ما حصلش حاجه. المره التالتة يعني فكت من بعضها وركبناها رجعت تاني فكت من بعض، فاهمين. فمش عارفة لحد دلوقتي الحمد لله راكبة، ما يعني ما اتفكتش ولا حاجة. فيا رب ما تتفكش تاني، مش عارفة بقى المشكلة فين بالظبط، لكن هي بتعمل فوم كتير قوي. هنا كان اول مرة استخدمها، فعشان كده ما كنتش عارفة امسكها منين بالظبط ان انتي تبقي مريحة. بس لما بتثبتوها عادي وبتعمل فوم حلوة قوي. والتركة فين، ان انتوا لما تزودوا شوية المية او اللبن اكتر بشوية هتبقى سهلة وفي ثانية واحدة. انا عشان كنت اول مرة استخدمها فكنت بعمل مية قليلة قوي، فكان الموضوع صعب. تمام. هنا بقى ده كان الايس كوفي، عشان لو بتشوفوا الفيديو اهو، عشان انا شطورة زي الشطورة كده عملت الايس كوفي ومليت البتاعة دي كلها، وفي الاخر سبته على الرخامة ومشيت. فهو عشان شايفين شفتوا كان الفوم هيبقى عامل ازاي والايس كوفي كان هيبقى عامل ازاي. يلا متعوضة متعوضة ان شاء الله. المهم طمنوني عليكم عاملين ايه. انا بسجل لكم كده بس فويس اوفر كده في الاول في التجهيزات، وبعد كده بقى هسيبكم بقى تعيشوا معانا بقى اليوم وعملنا ايه والضحك اللي ضحكناه واليوم كان ماشي ازاي. الطريق كان تحفة اصلا، بحب الاماكن اللي هي الاثرية دي قوي. بصوا الطريق حلو قوي، دي القلعة. وبعدها بقى احنا كنا رايحين فين، كنا رايحين الازهر بارك. هتشوفوا بقى الاماكن خطيرة ومش عايزة اطول عليكم. احنا هنا فين، احنا هنا في الازهر بارك. طلع بصوا شكله حلو قوي، اول مرة اجي برضو هنا. جناين وبتاع، احنا لسه داخلين. واحسن حاجة لو انتوا معاكم حاجات وكده كتير وبتاع وعندكم عربية بيبي، حتى لو ما فيهاش بيبي يعني خدوها معاكم كده. بصوا كل حاجات العيلة كلها فيها، فحلوة قوي. التيكت بتاعت الكبار ب35، وبتاعت الصغيرين ب25. لا بقى كده ايه، احنا لسه داخلين اهو. كان في نافوره بره، هبقى احط لكم صورتها او هرجع تاني لسه اصورها. بصوا كده اللي ظاهره هناك دي. ودخلوا العجله دي عادي، هما مانعين دخول الكور ودخول العجل. بس دخلوا العجله الصغيره دي عادي، ما قالولناش حاجه. احنا داخلين قدامهم عادي، ما خبيناهاش ولا حاجه. اللي بقى عمال يعني فضلنا نعمل في حوار كتير على ما يدخل الفسيخ والرنجة وكده. ده اللي قعدنا كتير قوي قوي. بصوا الجناين والبتاع، بحب انا الحاجات دي بتريح الاعصاب كده. الفسيخ والرنجة والحاجات دي هي اللي ايه، هي اللي قعدنا عملنا حوارات كتير قوي على ما دخلناها، وخايفين ومش عارف ايه وكده. مش عارفه بقى خالو دخلها ازاي، مش عارفه. عماله اكلمكم وانا قافله الموبايل، فبعدين قلت ايه، طب ما انا اكلمكم وانا فاتحه الموبايل وانا يعني جايبه الكاميرا عليا. ايه الرخامه دي؟ بصوا سو. حلوه قوي ما شاء الله. هندخل من هنا البحث على انهي مكان اللي هنقعد فيه. بصوا نعم
حلو قوي، اشجار بقى وميه وبتاع. عايزه ايه يا اسي؟ شوفوا 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 بنفرش الحاجات اهو. لسه هنشوف مكان ونقعد فيه. لا جيت دي هات ده الحاتم. انت مش هتاكل يا هشام؟ تعالي تعالي كده كتير. يا لابسه فستان دهبي صح؟ بس هو مش ابيض. انتوا جبتوها ولا سابوها في الاخر؟ سابوها؟ لا سابوها. الزغاريد شغاله اهي، الزغاريد شغاله. شايفين الجمال والله، اللهم بارك وحياة ربنا. بصوا من هنا بصوا المكان هنا حلو قوي، ميه كده وخضره وجناين، ويعني بتصفي كده الروح شويه. جناين شكلها حلو قوي، غير ان هنا بقى في تندات. انا بس مش عايزه اجيب الناس عشان ما يبقاش اقتحام لخصوصيتهم. بصوا هو طالع ونازل كده، يعني بتطلعوا بقى من المكان اللي الناس طالعه منه هنا كده، بتلاقوا نفسكم داخلين على اماكن تانية. مساحه واسعه قوي وحلوه، يعني مهما كانت زحمه حلوه برضو. تعالوا بقى كده اخدكم معايا نلف نشوف. انا بتفرج كده، بفرجكم معايا وبتفرج انا كمان. انا اول مره اجي هنا وعايزه بقى ايه اوريكم اكتر الاماكن. الناس قاعده هنا واحنا قاعدين بعيد برضو حلوه قوي. يعني احنا قاعدين الناحيه دي كده ورا، اروق من هنا شويه. هنا الدنيا زحمه، بصوا بصوا الدنيا زحمه قوي، يعني هنا كتير قوي ما شاء الله الناس. لكن هناك في الحته اللي احنا قاعدين فيها دي اروق وفاضيه اكتر. في بقى في كل حته يعني بتفرشوا كده وتقعدوا، اليوم حلو قوي وحياة ربنا. انا بس مش عايزه اجيب يعني ايه. بصوا المكان حلو قوي قوي بجد، مريح كده، مريح بقى قوي في ايه، ان هو في جناين. بصوا دخلت لكم في المكان الفاضي ده عشان اعرف اقول لكم التيكت هنا ب35 للشخص الكبير وب25 للاطفال. كمان المكان حلو قوي، مريح ومريح كده، واسع قوي. مهما يعني انتوا مهما بصوا يعني ما شاء الله ناس كتير جدا، مهما كان عددكم المكان بياخدكم عادي. عايزه اقول كمان ان احنا لقينا ناس اجانب جايين من كل حته، جايين هنا علشان يقعدوا يعني ويغيروا جو وكده، عشان كله بقى جناين وبحر. في هنا بحيره اللي انا وريتها لكم من شويه، ورايق كده اللي هو كده هنشم هوا نضيف. كمان برضو العرايس بيجوا هنا يعملوا فوتو سيشن وكده. طول ما احنا قاعدين بنتغدى وكده، ولا 5 عرايس جم لحد دلوقتي بيعملوا فوتو سيشن بتاعهم وكده. تقريبا الدخول مش عارفه، بس حد قال قدامي ان الدخول ب1000 تقريبا للكاميرا، يعني الفوتوغرافر اللي بيبقى ايه جاي مع العروسه وكده. المكان حلو قوي، هحاول افرجكم برضو عليه كله من قريب، علشان لو اي حد عايز يجي حتى لو هو مش من هنا وكده. بصوا مسكره قوي قوي ما شاء الله، الله اكبر. دي احلى واحده في العرايس اللي جم النهارده، الصوره خالص فستان. الكاسة فيصتك افضل واقف ل 12 ساعه ليله سودا كده. ده زعلان ان انت مش كده. انت عارف يا ابني انا اخر حفله حضرتها لا مش هتطلعي. لبسوها الطرحه البيضاء وعليها بصي دبوس ذهبي كده. اهي هي دي مالها في ايه؟ دي مامته والله. مش عارفه دي مين، بس كانت واقفه جنبه يعني وكده بس شد شعرها قوي من قدام. شد شعرها. تطلعي في الفيديو. مش فاهمه هو لازم يتصوروا بطواقي ولا ايه؟ مش فاهمه. بس بيلبسوا. لا عدي كده يمينك يا عم. كيوت قوي الصراحه.
شطه تضحك لي وشفتوا. بصوا الشباب مقلعين، البنات كانوا قط وكده الفساتين، الشباب دول كانوا قلعين لهم الجواكت كلهم ولابسينها سكر قوي. خلاص كده مروحين، اليوم خلص، فقلت بقى اوريكم الاجواء بالليل برضو كده قبل ما نمشي. بالليل هاديه قوي، اعتقد ان في الصيف هو الجو دلوقتي كويس مش برد يعني خالص. النهارده الجو حلو اصلا، حر قوي من الصبح، بس اعتقد ان في الصيف تبقى القعده حلوه قوي هنا ومريحه كده وهاديه وحركات. واستنوا هقلب لكم الكاميرا دلوقتي اوريكم. بصوا اصلا وانا ماشيه كده باينه ورايا، ولسه العرايس برضو بتتصور. فاليوم هنا حلو قوي، لما تدخلوا مثلا بتاكت الفرد ب35 ولو اطفال ب25، ويبقى معاكم اكلكم عادي، بيسمحوا ان انتوا معاكم اي اكل. بس بصوا في تندات هنا، هقعد احكي لكم عشان هبط. بيسمحوا ان انتوا تدخلوا باي اكل طالما في علب، مش طالما في علب، مش ايه بقى، مش حاجات مفتوحه يعني وحلل وحاجات زي كده. كمان الكور منعينها هنا وبيزعقوا عليها، لكن الحاجات بقى اللي هي دي بصوا الولد وحاجات السكاتنج ومش عارف ايه والكلام ده كله عادي، والعجله كانت عادي. فاللي هو تقدروا بقى تجيبوا لعب الولاد وكده وتيجوا بقى تعيشوا هنا تقضوا اليوم. يعني احنا من الصبح واحنا هنا، فبجد اليوم حلو قوي. والعرايس لسه بتتصور اهي. بصوا 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 اهي، فبيعملوا السيشن بتاعهم هنا، والفوتوغرافر وكده. ممكن اي فوتوغرافر بقى بيبقى جاي، بيبقى مثلا حاجز لكذا حد عنده، يعني كذا عروسه او كده. فيا رب. دي النافوره حلوه قوي. نعم نعم، تعالي ما صورك عند النافوره. يلا بصوا الناس كلها هنا عند النافوره، حلوه خالص. يلا يا عروس. وقعت خدت واحده سوفلكس كده في الميه من شويه، نزلت في البتاع بوشها، بجد حلوه قوي. هقلب لكم الكاميرا تتفرجوا. بصوا الجمال ما شاء الله، بجد حلوه قوي والله. انا بحب الخروجات اللي هي الاماكن اللي كده دي، الحاجات الجناين والنافورات والمش عارف ايه والحاجات دي. يلا بينا كده المكان من الدخل كده. بصوا 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 خريطه. الخريطه دي حاطين فيها كل حاجه هنا يعني جوه، وبيطرح لها ازاي والكلام ده. نكتفي بهذا القدر عشان عندنا زن اورجانيك. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، عربيه العروسه حلوه قوي. بكون قدرت اخرجكم معايا كده النهارده وتغيروا جو معايا. بس ويلا اشوفكم على خير في فيديوهات جايه تانية كتير، ويلا باي باي.